اكبر كذبه بتتقال على الطقم الالومنيوم. ليه سموا طقم الالومنيوم الحلل الشاورما؟ ليه سموها شاورما؟ هل بيتعمل فيها شاورما ولا لا؟ ايه هي الاستخدامات الصح لطقم الحلل الالومنيوم، وازاي نحافظ عليه، وازاي ما يبقاش مضر معانا؟ كل الحاجات دي هنقولها في الفيديو ده. بس الاول اتمنى ان احنا نعمل لايك ونعمل شير للفيديو ده علشان خاطر غيركم يستفاد وما يضحكش عليه ويعرف يستخدم الطقم صح مدى الحياه. اول كذبه بتتقال على طقم حلل الالومنيوم لما تروح عند بياع يقول لك ده الومنيوم مطل ستانلس. اولا مفيش حاجه اسمها الومنيوم مطل ستانلس، الكلمه دي غلط جدا، والكلمه دي معظم البياعين بيضحكوا بيها على الزباين. هو بس عشان خاطر الالومنيوم بيبقى لامع من بره ومن جوه مطفي. الفكره ان ده مطفي لان ده بيبقى داخل في طبقه صنفره، لكن اللي بره ده بياخد طبقه لمعان تلميع كده بالمكن او بالمعدات بيتلمع عشان خاطر يبقى شكله زاهي كده وهو بيتباع. وفي الغالب معظم الالومنيوم اللمعه دي ممكن تروح بعد الاستخدام. دي الفكره. اما الحتت اللي تحت دي برده مش ستانلس، دي برده بتبقى نظام في تصنيع الالومنيوم عشان خاطر يبقى موزع للحراره كويس جدا. فعشان كده اي بياع يقول لكم ان طقم حلل الالومنيوم ده الومنيوم مطل ستانلس اعرفوا ان هو كذاب. اما تاني حاجه بقى، ليه بقى سموا طقم حلل الالومنيوم شاورما، وهل بيتعمل فيه شاورما ولا لا؟ طقم حلل الالومنيوم الشاورما اتعمل شاورما عشان خاطر بيبقى بالشكل ده، هو شكل سيخ للشاورما. طبعا اهو ده شكله كانه سيخ شاورما، بيجيب السكينه بيقعد يقطع الشاورما اهو زي ما انتم شايفين كده الشيف رؤوف بيقطع لكم الشاورما. هي دي الفكره، بس ان هو الشكل واخد موديل للشاورما. فعشان كده احنا كمصريين او بيتقال عليه في الوطن العربي طقم حلل شاورما. هو ده ال يعني الهدف من الاسم. لكن طبعا في ناس بتقعد تكلمني تقول لي هو واحنا خلاص يعني خلصنا كل حاجه ورايحين نجيب طقم حلل الشاورما؟ هو احنا مقطعين اكل الشاورما ليل نهار؟ لا لا خالص، الموضوع ملوش اي علاقه بالشاورما ولا عمايل الشاورما. لا، هو ليه علاقه ان هو شكل سيخ الشاورما. اما بقى تالت حاجه ودي الاهم، ايه هي استخدامات الالومنيوم وازاي نستخدمه صح وازاي نتجنب ان هو يبقى مضر. اول حاجه في استخدامات الالومنيوم ان احنا اكبر غلطه بنغلطها في طقم الالومنيوم ان احنا بنروح نجيب سلك مواعين او الحاجات اللي هي السلك دي ونقعد ندعك في الالومنيوم، قال يعني احنا كده بننضفه. طبعا ده اكبر غلط، لان الالومنيوم لما بيتجرح مره في الثانيه في الثالثه بيبقى مضر جدا، وده حاجه مش من صالح الالومنيوم ولا من صالح الاستخدام. تاني حاجه بقى واهم حاجه ان الالومنيوم ما بيتعملش فيه اللي هي الاكل اللي هو الحمضي. يعني ما ينفعش نعمل فيه اللي هو السبايك واللي هي الطماطم، الحاجات اللي بالطماطم وبالصلصه، لان الحمضيات في الاكل دي بتتفاعل مع عنصر الالومنيوم ده، او بتتفاعل مع المعدن ذات نفسه، مع الوقت بتبقى مضره. فاحنا عشان نتجنب الموضوع ده يبقى احنا نبعد عن الموضوع ده. ممكن نستخدم الصلصات بقى والمسبك والحاجات ده في الحلل الجرانيت او التيفال او السيراميك، لكن ما نستخدمهاش في الالومنيوم. ثالث حاجه ومهمه جدا برضو، ان احنا ما ينفعش نطبخ في طقم الالومنيوم وبعد ما نخلص نقوم رايحين واخدين الحله وحاطينها في الثلاجه. ما ينفعش الاكل يفضل مثلا يوم كامل في طقم في حله الومنيوم، طبعا هيتفاعل وممكن مع الوقت يبوظ الالومنيوم. لكن الصح ان احنا بعد ما نستخدم الحاجه في قلب الالومنيوم ان احنا نشيل الاكل نحطها يا اما في حاجه بايركس، في حاجه ازاز، في حاجه بلاستيك تكون بي 5 صحيه، في حاجه اوكروبال، في حاجه اركو بايركس اللي هي الحاجات الزجاجيه، او علب الثلاجه اللي هي البي 5 البلاستيك. دي الحاجات اللي ينفع يتعامل فيها طقم الالومنيوم. دي كده كل الحاجات دي بنقدر نحافظ بيها على الالومنيوم ده لو الالومنيوم بيور. طبعا احنا عملنا فيديوهات وهنعمل تاني ازاي نعرف الالومنيوم البيور. دي الحاجات دي ازاي تتعاملوا مع الالومنيوم، ازاي تحافظوا عليها، ازاي الالومنيوم ما تبقاش مضره. لو انتوا استفدتوا من الفيديو او معلومه، لو انتوا قابلتوا معلومه كده فادتكم في الفيديو، اتمنى ان احنا نعمل لايك ونعمل شير عشان خاطر الفيديو يوصل لغيركم كالعاده وغيركم يستفاد. لان في ناس في التعليقات تقول لك انا اول مره اعرف المعلومه دي، يا ريتني كنت عرفت من بدري او يا ريتني كنت عرفت من زمان. انتوا ساعدوا في الخير وساعدوا ان الناس ما تضحكش عليها، ساعدوا ان الناس تستخدم الحاجه صح. شكرا.